بيبدأ الفيلم بمحاضرة للدكتور حسين، وبيكون دكتور في علم النفس، وبيكون معاه نبيل. وبعد ما بتخلص المحاضرة بيقول نبيل لحسين إنه مستني سميحة لما ترجع من السفر عشان يروح يتقدم لها. وبنروح لحادثة على الطريق، وبنعرف إن نادية أخت سميحة عملت حادثة مع حمدي جوزها. وأثناء نقلهم للمستشفى بنروح لمشهد من حياتهم مع بعض، واللي بيبان فيه إن حمدي ونادية بيتخانقوا مع بعض ومفيش بينهم تفاهم. بتتخانق معاه عشان ما نضفش مكنة الحلاقة بعد ما استخدمها، وتواجه نادية حمدي وبتسأله ليه راح لسميحة الجامعة، لكنه بيقول لها ان دي مجرد صدفة، لكنها بتزعله وبتقول انه بيحب سميحة. لكن طبعا حمدي بيحاول ينكر، وبيروحوا يسهروا في مكان احتفالا بعيد جوازهم. بتكون معاهم سميحة ونبيل والدكتور حسين خال نادية وسميحة. وبنرجع للمستشفى، وبيكون حمدي حالته صعبة من الحادثة على عكس نادية اللي بتكون اصابتها مجرد كدمات بسيطة. وبيجي حسين ونبيل لنادية المستشفى وبتحكي لهم الحادثة حصلت ازاي. بتقول لهم انهم بعد ما وصلوا سميحة المطار فضلت تعيط، وحمدي كان سرحان فعربيتهم دخلت في عربية نقل كبير. وبيفوق حمدي وبيبقى قاعد على كرسي متحرك عشان مش حاسس برجليه، وبيفضل اسبوع مش قادر يتحرك. بيقول الدكتور ان مفيش اي سبب عضوي يخليه مش قادر يحرك رجليه، خصوصا ان الاشاعات مبينه انه سليم. فبيرجح الدكتور انه يكون السبب نفسي. وبيتصل حمدي من تليفون المستشفى بمكتبه اللي بيكون مكتب انشاءات، وبيقول للمهندس يخلص مشروع مباني امبابه في اسرع وقت عشان شغله ما يتعطلش اكتر من كده. بيقول الدكتور حسين لحمدي ان الاشعه بتثبت ان رجليه سليمه، وانه عنده حاله نفسيه هي اللي مخليه مش قادر يحرك رجله. وبيرجع حمدي وناديه البيت، وبتقول ناديه لحمدي ان سميحه بعتت جواب بتقول فيه انها هترجع بعد 10 ايام، وبتقترح عليه انها اول ما ترجع يعلنوا خطوبتها على نبيل. فبيقول لها حمدي لما نشوف رايها الاول. بيغير الموضوع، بيقترح على ناديه انهم يسافروا العزبه هما الاثنين مع بعض عشان يغيروا جو ويكونوا لوحدهم، لكنها بتقول له ان عربيته بتتصلح وهي عربيتها صغيره صعب تاخده فيها بالكرسي. فبيفاجئها وبيقول لها ان العربيه هتكون اتصلحت بكره. بيتفق معاها انهم يسافروا. واثناء كلامهم بيجي نبيل وعناية اخته، فبتروح نادية تستقبله. وبيدخل حمدي الأوضة وبيدور على جواب سميحة، وبيفضل يقراه وهو مندمج جدا ومستني سميحة ترجع بسرعة. وبنرجع بالأحداث قبل سفر سميحة، وهي بتقول لخالها إن الجامعة عاملة المنحة المفروض إنها تسافر باريس وروما وفيينا. وبيحاول حسين ونادية يقنعوا سميحة إنها تتجوز نبيل، لكنها بتقول لهم إنها عايز تاخد الماجستير الأول وبعدين تفكر في الجواز. بيقول حمدي إن سميحة مش صغيرة وما يقدروش يفرضوا عليها رأيهم، وبتتبسط سميحة جدا من رأيه لأنه هو الوحيد اللي فاهمها. وبتقول سميحة لنادية إنها عايزة تتجوز راجل عنده شخصية زي حمدي، فبيفرح حمدي جدا بكلامها. لكن نادية بتتعصب وبتمشي. بنرجع لنادية اللي بتعزم نبيل وعنايات عشان يجوا معاهم العزبة. وبنرجع لقبل سفر سميحة، وحمدي بيتكلم معاها وبيقول لها انه طلق نادية وهيتجوزها. فبتتصدم من كلامه وبتقول انه محرم عليها طول ما نادية عايشة. فبيقلب الموضوع هزار، وبيقول لها انه ينفع يشتغل ممثل عشان هي صدقته وافتكرت انه بيتكلم جد. بنعرف ان سميحة عاشت مع حمدي ونادية وهي صغيرة. وبنرجع لسفر نادية مع حمدي، وبيقول حمدي لنادية انه لازم يمضي اوراق مهمة، وبيقول لها تخلي نبيل وعنايات يسبقوهم للعزبة وتبعت البواب معاهم بالمفتاح. لكن حمدي ونادية بيتفاجئوا ان البواب نسي المفتاح. فبيطمنها حمدي وبيقول لها انهم هيلحقوهم. وبيقول حمدي لنادية ان المهندس اللي مستنيه يجيب له الورق هيجي بالليل، ويقول لها تاخد عربيتها هي وتروح العزبة عشان تلحق نبيل وعنايات، وهو يخلي الشركة تبعت له عربية في سواق. وبعد ما نادية بتمشي بيرفع حمدي سماعة التليفون. وقبل ما تسافر بتروح نادية لخالها وبيقول لها انه بيحاول يتصل بيها لكن التليفون على طول مشغول. فبتقول له يمكن حمدي بيكلم الشركة. بتوصي انه يروح يتعشى مع حمدي بالليل عشان ميبقاش لوحده. وبيديها خالها البروش بتاعها بعد ما تصلح عند الجوهري. واثناء سفر نادية بتكون ماشية في طريق مقطوع، وبتلاقي عربية وقفت بالعرض، بتبقى مش عارفة تكمل طريقها بسببها. وبتلاقي راجل نازل من العربية وجاي ناحيتها، فبتحاول نادية تلف العربية لكنها بتقدرش. فبتقرر تنزل من العربية وتهرب، لكنها بتسمع صوت حمدي بينده عليها. فبتقف وبتتفاجئ وبتسأله هو ازاي واقف على رجليه، لكنه بيردش عليها وبيخنقها بالإشارة اللي ربطها حوالين رقبتها لحد ما بتموت. بيلم حاجتها اللي وقعت من شنطتها وبيحطها تاني في الشنطة، وبيشيل نادية وبيحطها جوه العربية. وبيقدر يوجه العربية ويزقها ناحية المنحدر عشان يبان ان نادية عملت حادثة وماتت. وبيرجع حمدي البيت وبيقعد على الكرسي المتحرك، وبيجيله المهندس وبيمضي على الورق. وبيتصل نبيل بحمدي وبيقوله ان نادية ما وصلتش. بيمثل حمدي انه قلقان على نادية لانها لسه ما وصلتش لحد دلوقتي. وبيجي حسين لحمدي وبيتفاجئ حمدي لما يعرف ان نادية راحت له قبل ما تسافر. وبيقعدوا مع بعض، لكن حمدي بيمثل انه قلقان جدا قدام حسين. فبيقول له حسين انه هيكلم ضابط صاحبه عشان يدوروا على عربية نادية. وبيروح محقق لحمدي وحسين عشان ياخد منهم معلومات عن نادية، وبيسأل عن الطريق اللي سافرت منه بالظبط وكانت لابسه مجوهرات ولا لا. بيقول له حمدي انها كانت لابسه بروش على شكل طاووس، وبيطلب محقق صوره لنادية. بيروح حسين يستقبل سميحه من المطار، وبتبقى سميحه منهاره بسبب اختفاء اختها. واول ما بيشوف حمدي سميحه بينسى انه عامل نفسه مشلول وبيقف على رجليه، لكنه بيفتكر فبيوقع نفسه. وكل يوم سميحه بقت تساعد حمدي انه يمشي ويخف. بتتكلم سميحه مع حمدي وبتساله لو كان في خلافات بينه وبين نادية قبل ما تختفي. فبيقول لها حمدي ان نادية في الفتره الاخيره كانت عصبيه جدا وعلى طول بتتخانق معاه بدون سبب. كانت بتتخيل حاجات مش منطقيه، زي انها كانت بتتخيل انه بيحبها. وبتتصدم سميحه لما تسمع الكلام ده. وبيتصل ضابط المباحث بحمدي وبيطلب منه يجيله عشان عنده معلومات عن نادية. وبتروح سميحه وخالها مع حمدي ويوري الضابط بروش نادية ليهم، فبيقولوا ان هو ده البروش بتاعها. ويستدعي الضابط نشال مقبوض عليه، وبيقول النشال انه سرق البروش من شنطه واحده ست في اسكندريه. ولما حمدي بيساله الست دي كانت لابسه ايه، بيقولوا انها كانت لابسه لون برتقاني، وهو فعلا نفس اللون اللي كانت لابساه نادية وهي مسافره. بتتنقل التحريات لاسكندريه، وبيروح حمدي اسكندريه عشان يدور على نادية. واول ما بيوصل بيروح لضابط المباحث المكلف بالبحث عن نادية، وبيقول للضابط انهم جالهم بلاغ في نفس اليوم اللي اختفت فيه نادية من المستشفى لست في حاله نفسيه صعبه،
كأنها تعرضت لصدمة جامدة، وإن سواق اللوري اللي وصلها المستشفى بيقول إنه لقاها مغمى عليها في الطريق الزراعي، وده طبعا الطريق اللي سافرت منه نادية. فبيقرر حمدي يروح لها المستشفى، لكن الضابط بيقوله إن الست دي اختفت من المستشفى في نفس اليوم اللي النشال سرقها فيه، وبيديله الضابط صورة لنادية وبيقوله إن هي دي الست اللي كانت في المستشفى. فبيتأكد حمدي إنها لسه عايشة، وبيروح حمدي للفندق اللي حاجز فيه، وبيجيله حسين وسميحة بعد ما عرفوا من البواب إنه سافر اسكندرية. وبيقول حسين لحمدي إنه مصدقش كلام الضابط وراح يسأل بنفسه في المستشفى وقابل الدكتور، لكن الدكتور أكد له اختفائها وإنها كانت في حالة ذهول ومش بتتكلم. وبيتضايق حمدي لما بيلاقي نبيل جه معاهم، وبيتكلم نبيل مع سميحة وبيبقى عايز يعرف رأيها في الارتباط بيه، وبيقول لها نبيل إنه هيرجع القاهرة عشان عنده شغل. وبيسأل حمدي سميحة نبيل كان بيقول لها إيه، فبتقول له إنه طلب منها الجواز. ولما بتقول له إنها مترددة بيسألها حمدي مترددة ليه، فبتقول له مش عارفة. فبيواجهها حمدي وبيقول لها إنها بتحبه زي ما هو بيحبها، فبتتصدم سميحة وبتسيبه وتطلع أوضتها في الفندق. لما بيدخل حمدي الفندق بيلاقي موظف بيقول له إن في واحدة اتصلت وسألت عليه، لكنها ما قالتش اسمها إيه، لكنها هتيجي الفندق عشان تشوفه. وبتيجي سميحة لأوضة حمدي وبتقول انها عمرها ما حبته، وان لو نادية جرالها حاجة هيبقى هو السبب. وبتعيط له لما بيديها اشار بتمسح بيه دموعها، بتقول ان ده اشار بنادية. فبيقول لها حمدي ان نادية هنا في الفندق، وبينزل الاستقبال وبيسأله لو كان في نزيلة في الفندق اسمها نادية عزمي. فبيقول الموظف انها لسه متصلة بيه وبلغته رسالة عشان يديها لحمدي، والرسالة بيبقى مكتوب فيها انها راجعة القاهرة. في القطر بتقول سميحة انها شافت نادية، وبيقوم حمدي عشان يدور عليه في القطر كله لكنه مش بيلاقيها. لما بيرجعوا البيت بيقول حسين انهم دوروا في القطر كله، لكن وقت ما كانوا بيدوروا القطر دخل محطة بنها ووقف فيها، وممكن جدا تكون نادية نزلت هناك ومحدش فيهم بص من الشباك وقتها. لكن سميحة بتستغرب ايه اللي هيخلي نادية تروح بنها وليه اصلا تهرب منهم. وبيرجع حمدي بيته، ولما بيدخل الحمام بيلاقي ماكينة الحلاقة بتاعته نظيفة مع انه سايبها من غير ما ينضفها، والتصرف ده كانت دايما نادية بتعمله معاه. بيلاقي دبلة نادية على رخامة الحوض، وبيرن التليفون وبيلاقي نادية، لكنه بيقول لها انها نصاب. فبتقول له يجي يقابلها في كافيه بكره عشان يتاكد انها نادية. بيفضل حمدي قاعد في الكافيه مستنيها لحد ما يبص من شباك الكافيه، فبيشوف واحده من ظهرها لابسه نفس لبس نادية اللي كانت لابساه اخر مره، تسريحه شعرها زيها بالظبط. فبيخرج حمدي من الكافيه وبيجري وراها لحد ما بتدخل شقه في عماره. لما بيخبط على الباب بتطلع صاحبه الشقه من الشقه اللي قدامها، وبتقول ان الشقه دي بتاعتها وبتأجرها مفروش وبقالها فتره مش ساكنه. فبيقول لها حمدي تفتح له الشقه عشان بيدور على شقه مفروش، وبتفتح له الشقه وبيدخل يدور في كل مكان في البيت على نادية لكنه مش بيلاقي اي حد. فبيتخانق مع الست وبيقول لها انها اكيد هربتها ودخلتها شقتها، وبتطلب منه يمشي قبل ما تطلب له الشرطه. بيبقى حمدي هيتجنن لانه متاكد انه شافها. فبيروح لدكتور حسين وبيحكي له انه شاف نادية. فبيستغرب حسين وميبقاش عنده تفسير للي حصل الا ان تكون نادية موجوده فعلا وبتحاول تهرب منهم، او انها ماتت وحمدي بيتهيأله انه بيشوف ستات شبهها. فبيسأله حمدي لو كان حسين قابله حالة قبل كده فقد القدرة على التمييز بين الواقع والخيال، فبيقول له ايوه. ولما بيسأله حمدي كان سببها ايه بيقول له حسين واحد قتل مراته. فبيتصدم حمدي وبيرتبك، وبيقرر يروح لمكان الحادثة عشان يتأكد من وجود جثة نادية في العربية. ولما بيلاقيش الجثة في العربية بتظهر له واحدة لابسة لبس نادية وعاملة نفس تسريحتها. ولما بيسألها حمدي هي مين وفين نادية بيلاقي قوة من الشرطة محاوطة المكان ومعهم حسين وسميحة. وبيقول له حسين انه فضح نفسه لما قال ان نادية كانت لابسه بروش لانها خرجت من البيت من غيره، وحسين هو اللي اداهولها لما جات له البيت، يبقى ازاي شافها لابساه وهو المفروض انه في البيت. بيقول ضابط المباحث انه ما كانش في اي دليل ضد حمدي، وما كانش في اي حاجه هتثبت ان هو اللي قتلها غير لما حمدي يجي بنفسه مكان الجريمه. وجابوا واحده شبيهه لنادية واتفقوا مع واحد على انه نشال وسرق نادية، وكل اللي حصل ده عشان يدفعوا حمدي يروح لمكان الحادثه. وبيتقبض عليه وهو باصص لسميحه وهي قاعده مع نبيل في العربيه ومنهاره بالعياط. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. تحياتي ليكم ريهام حشاد.